في الجزء الاول شفنا ازاي العميد شفيق متري سدراك صمم انه يخرج بنفسه مع القوات علشان يحسم معركه الطلية، وده كان بناء على رغبه الرئيس السادات لما قال انا عايز حسم نهائي في الطلية باي ثمن. وهنا العميد شفيق متري سدراك كمل وقال وانا عارف اني هموت بكره بس مش مهم، انا المهم كرامه مصر وكرامه السادات. خد بالك من رجالتنا يا محمد، انت هتكون مسؤول عن اللواء بعدي، ولو انا فشلت اتعلم من غلطاتي عشان لما تيجي تهاجم تاني تنجح. الطلية لازم تتحرر يا محمد باي ثمن، دي كرامه جيشنا قدام كرامه جيشهم. السادات وجولدا مائير بيتابعوا المعركه لحظه بلحظه، وانا عمري ما خذلت مصر، ما تبكيش عليا، انا فخور بيكوا بالرجاله، ولو هموت وانا سابقهم في اول الصفوف وفي ابعد نقطه جوه سينا، وهرفع راس السادات قدام الدنيا كلها. ولو قابلته بعد الحرب قول له العميد شفيق متري سدراك بدمه بيقول لك تمام يا فندم. وفعلا يوم 9 اكتوبر 1973 العميد شفيق طلع بنفسه يقود الهجوم وتقدم بقواته 15 كيلومتر كاملين جوه سينا لحد ما دانت مدفع اسرائيليه ضربت عربيته في معركه تحرير النقطه 57 جنوب الطلية، واستشهد البطل وهو بيحارب لاخر نفس، بس ساب وراه كرامه لمصر كلها. العقيد محمد الكسار راح بعد كده للسادات ودموعه نازله وقال له العميد الشهيد شفيق متري سدراك بيقول لك بدمه تمام يا فندم. ساعتها السادات ما قدرش يمسك نفسه، دموعه نزلت وبكى على الراجل اللي رفع راسه وراس مصر كلها. رقاه بعد استشهاده لرتبه لواء اركان حرب، وكرمه بنفسه في الجلسه التاريخيه لمجلس الشعب، واعطى اسرته وسام نجمه سينا من الطبقه الاولى، اعلى وسام عسكري في مصر. ومن بعدها اتسمت الدفعه 75 حربيه باسمه، دفعه من اشجع وافضل خريجي الكليه الحربيه. ربنا يرحم البطل شفيق متري سدراك اللي دمه كتب سطر من اطهر سطور الكرامه في تاريخ مصر. لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. سلام.